نعمل إيه علشان زيادة إنتاج اللحوم والألبان؟ دعم قروض المشروعات الصغيرة لملء الفراغات وتكملة الطاقات الاستيعابية للحظاير الخاصة بالتسمين والحلاب. التوسع في منح تراخيص مزارع الإنتاج الحيواني بالأراضي الصحراوية. استمرار عمل الحملات القومية للتحصين لمواجهة أي أمراض وبائية اللي ممكن تأثر على الإنتاج. الاستمرار والتوسع في إحياء مشروع البيتيلو. حظر ذبح البيتيلو لحد ما يبلغ السن القانوني للذبح وهو وصوله ل400 كيلو. خريطة وبائية وقاعدة بيانات حقيقية للماشية في مصر. حصر ورفع كل جديد المزارع الصغيرة والمتوسطة. عمل خريطة واقعية للمشاكل اللي بتواجه السلات المصرية من الجاموس والأبقار علشان نرفع كفاءة إنتاجها. استمرار التوسع في إصدار موافقات تراخيص تشغيل مزارع الإنتاج الحيواني. دعم المشروعات الصغيرة ومعاملة مشروع الإنتاج الحيواني والداجني بنفس التسهيلات والفوائد للمشروعات الصغيرة ضمن مبادرة البنك المركزي. إقامة مجازر حديثة بتطبق المعايير الدولية والمصرية وكمان محاجر بيطرية لفحص الماشية المستوردة. تطوير منظومة تخزين وحفظ اللحوم من خلال صالات مبردة أو تلاجات جديدة مطورة لحفظ اللحوم.